أنا اسمي محمد، وقصتي ممكن تكون قريبة كتير من قصص سمعتوها قبل كده، بس الفرق إنها حقيقية في كل حرف فيها. المعاناة بدأت بإني قررت أعيش الجو بتاع العفاريت اللي كان دايما أبويا وأمي بيحكولي عنه قبل ما الكهرباء تدخل قريتنا، بإن العفاريت أول ما الليل يدخل والدنيا تبقى ضلمة بيبقى اليوم بتاعهم، ويفضل يومهم بالليل مستمر لحد قرآن الفجر. من كتر ما حبيت الحكاوي دي قوي، وخاصة لما كان النور بيقطع في وقتنا الحالي ونتلم أنا وإخواتي جنب أبويا وأمي وتبدأ الحكايات، قررت أعيش القصص اللي من النوع ده علشان لما أكبر وأتجوز وأخلف أحكي لعيالي كمان أنا مغامراتي. وجاه اليوم اللي مش معمول حسابه، والنور كان قاطع فجأة، وانتهزت الفرصة دي، وساعتها كانوا صحابي قاعدين معايا، وبدأت أحكي لهم حكاوي من اللي كان بيحكيها لي أبويا، وبدأت كمان أخوفهم وأبقى قاصد إني بخوفهم. وبصراحة كنت مستمتع وأنا شايف نظرات الرعب في عينيهم، لحد ما فجأة النور رجع وباظت اللحظة عليا، ورجعوا يعملوا فيها أسود من تاني، وإن كلامي ما كانش فارق معاهم تماما. في الوقت ده أنا اتغصت قوي منهم، فأنا راهنتهم إننا نروح نقعد في جنينة التفاح المتطرفة، واخترت المكان ده بالذات لأنه بعيد عن القرية تماما، لدرجة إن لو حد ضرب فيه نار محدش هيسمعه، منطقة مقطوعة. قلت لهم إيه رأيكم نروح هناك علشان أعرف مين اللي عامل فيكم بطل ومين اللي قلبه ميت بجد. وطبعا كان لازم يوافقوا بعد الكلمتين دول، وفعلا حددنا يوم علشان نروح فيه هناك، وكان يوم التلات الساعة 11 بالليل. عملت حسابي على الساعة 11 علشان يدوبك أول ما نوصل الجنينة تكون الساعة 12، ونبدأ بقى في اللي أنا مخطط إن أنا أعمله. وجاه اليوم المنشود، واتحركنا في الميعاد بالظبط، ووصلنا الجنينة حوالي الساعة 12 إلا ربع. أخدتهم ونزلنا في نص الأرض بالظبط، وكنت قايل لصاحبي اللي هو يعتبر صاحب الجنينة دي إنه جهز لنا حصيرة علشان نقعد عليها، وفعلا كانت موجودة. وكنت جايب معايا كرتونة كبيرة قوي من اللي بيبقى محطوط فيها الأجهزة الكهربائية، وفردتها فوق الحصيرة علشان ينفع أعمل فوقيها اللي أنا مخطط له. وبدأت أحكي لهم عن حكاوي أبويا وحكاوي الجن والعفاريت، لحد ما اندمجوا ودخلوا في الموضوع قوي، وده اللي أنا كنت عايز أوصله لهم بالظبط. وفجأة بطلت أحكي وقلت لهم جا الوقت إن انتوا تشوفوا العفاريت بعينيكم. ساعتها بدأوا يضحكوا قوي، لأنهم كانوا مفكرين إني بهزر، ومفكرين كمان إني بخوفهم، وإن آخري أعمل مقلب بس. وساعتها تحدوني وقالوا لي ورينا آخرك، اعمل اللي انت عايزه. طريقتهم دي خلتني أصر إني أزود في اللي كنت مخطط له، فقلت لهم تمام، اطفوا كشافات الموبايلات تماما، وعاوز كشاف واحد بس هو اللي ينور لي. طفوا الكشافات فعلا، وواحد بس هو اللي نور لي. جبت شنطة الظهر اللي كنت لابسها وطلعت منها 6 شمعات كنت مجهزهم بالظبط، وجبت كمان دم كنت محضره من عند الجزار بحجة ان انا عندي كلب وكنت عاوز اسعره، وكنت حاطط الدم ده في ازازة كبيرة، وكنت جايب كمان معايا ريشة علشان اكتب بيها، وكنت محضر معايا ورق ناقل فيه مربعات شبه المربعات بتاعت اكس او كده، مكتوب فيها حروف انا ما كنتش فاهمها، بالاضافة لنجمة خماسية وفيها حروف كتير وارقام. ساعتها قلت لهم بما انكم ضحكتوا قوي وفكرتوني بهزر، فانا دلوقتي هحضر لكم جن، ومش اي جن، لا، هتكتشفوا انه هو فعلا خطير. وبدأت ارسم كل حاجة كنت شايفها في الورق. رسمت بالدم اللي كنت جايبه من عند الجزار، وبدأت كمان اكتب الحروف والارقام زي ما كانت مكتوبة في الورقة بالظبط. الورقة دي انا كنت ناقلها من كتاب ما ينفعش ان انا اقولك اسمه،
حطيت على كل راس مثلث في النجمة شمعة وولعتها، وقعدت زمايلي كل واحد قصاد شمعة، وانا كمان قعدت قصاد شمعة، وبدأت احفظهم الطلسم اللي هنردده كلنا لحد ما الجن المطلوب يحضر. سامحني مش هقدر اقولك الطلسم ده علشان بجد انت هتتأذى. نفذوا الكلام زي ما قلت عليه بالحرف، وفضلنا نردد في الطلسم حوالي دقيقتين او دقيقتين ونص، وفجأة بدأ نور الشمعة من اللي كانوا قدامي يطول، وباقي الشموع بدأ نورها يتطفى. ساعتها كلنا بقينا في حالة صمت شديد، ما بنتكلمش، بقينا نبص لبعض بس. كلنا بصينا على صاحبنا اللي الشمعة بتاعته لسه منورة ونورها بيطول قوي، ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. فجأة صاحبنا ده رفع عينيه الاتنين، ورفع كمان ايديه لفوق قوي، وفتح شفايفه، وسنانه بدأت تتشد بعيد قوي عن بعضها لدرجة انها بدأت تجيب دم، وبدأ يتشنج بحركات غريبة، واتخبط بظهره على الارض. قمنا كلنا وقفنا، بعدنا خطوتين واحنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط، ولسه بنقرب عليه علشان نفوقه من اللي هو فيه، لقينا الشجر بتاع التفاح كله بدأ بيتهز بشكل غريب، ولقينا كمان التفاح بيتحدف علينا. فكان كل واحد مننا تفكيره مختلف، اللي مرعوب وعاوز يجري بس اكيد خايف يبعد عننا علشان ما يبقاش لوحده، وفي مننا كمان اللي ما كانش مستوعب الموقف وعايز يعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. انا واحد من الباقيين شلت الكرتونة بالرسمة اللي عليها بالشمعة ورميتها. نورنا نور الكشافات بتاع التليفونات كلها على صاحبنا، لحد ما جه في بالي ان اقرا قرآن. بدأت اقرا بصوت عالي قوي سورة الكرسي، وبدأ صاحبي يتكلم بصوت غريب، بدأ يصوت، بدأ يعمل اصوات حيوانات. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل، انا بقرا في ايات القرآن بالعافية. اللي انا شايفه مخليني مش مركز، واللي مش قادر استوعبه، وبدعي في سري يا رب يكون ان اللي بيحصل ده مش حقيقي. وبعد ما بدأت اقرا في سورة الكرسي لقيته بيقول بصوت غريب قوي: كفاية كفاية. فضلت اعيد في الآية لحد ما غاب عن الوعي تماما، وبعدها حاولنا نفوقه لحد ما بدأ يفوق ويبدأ يبقى طبيعي. قام وقف وبصلنا، قال لنا: في ايه؟ انتوا واقفين كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ وبعدين فين الحصيرة والكرتونة؟ الشمع راح فين؟ وبعدين انا حاسس ان اسناني بتوجعني. ايه الدم ده؟ ما تعرفوني ايه اللي حصل. قلنا له مفيش حاجة، انت بس اندمجت وبتاع وكده وفهمناه ساعتها ان مفيش اي حاجة حصلت، علشان لو عرف هيزيد قوي الموضوع معاه وممكن يعرف اهالينا، وساعتها هتبقى مشكلة كبيرة قوي. قلنا له احنا لقيناك بتقول انك دايخ كده واغمى عليك، وفجأة انت وقعت، ولما وقعت الشمع وقع فشلناه من تحتيك علشان ما يولعش في الدنيا. هو فعلا صدق، والغريب انه ما كانش فاكر حاجة خالص. فقلنا كفاية كده قوي ولازم نروح ونشوف دلوقتي الساعة كام. ساعتها لقينا الساعة 2، وقررنا ان احنا نمشي لان كفاية قوي اللي حصل لغاية دلوقتي. انا عن نفسي لما بدأت اتحرك معاهم واحنا ماشيين حسيت ان رجلي تقيلة قوي، كأني بشيلها بالعافية من على الارض، وحسيت ان خطواتي مش عادية، مفيش حاجة، بس ده احساس كنت اول مرة احس بيه. حاسس ان انا مش متحكم في رجلي، وحاسس ان رجلي في اي وقت ممكن تقف لوحدها، او ممكن كمان ترجع بيا تاني للمكان اللي كنت فيه. قطع تفكيري ساعتها الشيء الغريب اللي اول مرة كنت اشوفه في حياتي. انا شفت جسم اسود كبير قوي قدامنا. هو الجسم بعيد، بس انا عن نفسي حسيت ان هو بيقرب علينا. اول ما حسيت بالاحساس ده قلت لهم كل واحد يقرأ القرآن اللي هو حافظه على طول. وفعلا بدأنا نقرأ قرآن كتير، بس الجسم كان بيعمل حركات غريبة، كان بيتمايل كأنه بيرقص
اهو بيتعذب، احنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل. وبعد مرور وقت طويل قوي الجسم ده اختفى. خرجنا بسرعة من جنينة التفاح وفضلنا ماشيين واحنا مش بنتكلم لحد ما وصلنا القرية بتاعتنا، وكل واحد فينا كان بيوصل بيته كان بيسيبنا من غير حتى ما يقول سلام عليكم ولا ينطق بأي كلمة خالص. أول ما وصلت البيت لقيت أبويا مستنيني وقال لي كنت فين، وبدأ يضرب فيا ضرب متوحش. بالنسبة لي ما كانش ليا أي ردة فعل. لما لقاني بالمنظر ده قال لي طب ادخل. دخلت وتوجهت على طول على أوضتي، وبدون أي مقدمات استغطيت وخبيت جسمي كويس قوي ونمت. لكن للأسف بعد ما نمت صحيت على صوت دق على المكتب بتاعي اللي جنب السرير. فتحت عيني علشان أشوف أبشع منظر ممكن تتخيله. أنا شفت نفس الجسم الأسود اللي شفته واحنا مروحين. الجسم ده كان في ركن من الأوضة. حاولت أقرأ قرآن بس ساعتها كان لساني مشلول مش راضي يتحرك. حاولت أقوم علشان أهرب بس للأسف برضو جسمي كان متكتف بالكامل. فضلت على الوضع ده معرفش قد ايه. الجسم كان قدامي بيطلع صوت زي الكلب اللي بيزوم، وكنت حاسس بيه انه هيهجم عليا في اي لحظة. جسمه بيكبر لحد ما حسيت انه بقى في كل مكان في الأوضة. وفجأة يقطع الرعب ده ان ابويا يخش عليا وينور النور، وفي اللحظة دي الجسم يختفى بالكامل. افتح عيني واحمد ربنا ان ابويا دخل عليا. عايز اقوله ان انا مرعوب وخايف بس لساني مش راضي يتحرك، وجسمي كمان لسه متكتف عشان يقرب عليا ابويا مني ويطبطب عليا. في الوقت ده جسمي يبدأ يتفك واحدة واحدة، واحس ان اللي زي نجي من الغرق بالظبط. حضنته كنت عاوز احكيله بس بصراحة خفت. هو فكرني اني فرحان انه صالحني. ساعتها اعتذرت له وعدى الموقف وقال لي انا ضربتك علشان كنت خايف عليك، انت عارف كده صح؟ قلت له عارف. قال لي خلاص كمل نومك، وسابني وخرج وقفل الباب. بس النوم ايه اللي يجيلي؟ مستحيل بعد اللي عديت بيه ده اقدر انام. انا قررت اني مش هغمض عيني لحد اما النهار يطلع. وطلع النهار ونمت. واما صحيت اتصلت بكل صحابي اللي كانوا معايا في جنينة التفاح. قلت لهم لازم نتقابل النهاردة الساعة 6 المغرب عندي في البيت. وفعلا حضروا في الميعاد. طلعنا في الدور اللي فوق علشان ناخد راحتنا تماما ونتكلم بكل صراحة. ساعتها قلت لهم كل واحد يحكي اللي حصله بالتفصيل. اول واحد قال انا دخلت البيت على طراطيف صوابعي لحد اما وصلت للأوضة بتاعتي، وجاب البطانية واتغطى بيها مع اننا كنا في الصيف، بس من كتر الرعب كان بيتغطى وبيخبي وشه. خبى كمان كل حتة في جسمه. بس ساعتها قال ان اللي كان حاسس بيه كان حاجة من أبشع مما تتخيل. حس بان في حاجة نايمة معاه تحت البطانية، وان في نفس دافي في شعره. النفس ده كان حاسس بيه انه جاي من وراه، وكان مرعوب انه يشوف حاجة زي كده. علشان كده قرر يفضل مغمض عينه علشان ما يشوفش حاجة، لحد اما حس ان في زي مسمار دخل في رجله. قام وصرخ، وبمجرد ما ابوه دخل على صوته قال له في ايه اللي بيحصل لك؟ قرر الولد ساعتها انه يقول له ان انا كنت بحلم بكابوس. وساعتها قام وراح نام في اوضه ابوه، خصوصا ان ابوه كان نايم لوحده في الاوضه وامه كانت نايمه في الاوضه التانيه. وعدى اليوم على كده. صاحبي التاني اللي حصل معاه نفس اللي حصل لصاحبنا الاولاني، بس بدل الشكه اللي كانت في رجله حس ان كان في حد بيخنقه وهو نايم.
وانه ما كانش قادر ياخد نفسه، وفضل على الحال ده لحد ما قرآن الفجر بدأ، وخلص الموضوع على كده. وتقريبا كل اصحابنا كانوا قريبين من نفس القصة ما عدا واحد بس، صاحبنا اللي اتشنج لما كنا في الارض بتاعة التفاح. قال ما حصلوش اي حاجة. استغربنا جدا، بس ساعتها حمدنا ربنا انه كويس، لاننا كنا متوقعين ان ابشع حاجة ممكن تحصل كانت تحصل معاه هو. لحد ما ابوه رن عليه، رد على التليفون ولقينا وشه بيتغير. سألناه في ايه، شغل المايك بتاع التليفون وسمعنا ابوه وهو بيقوله ايه اللي انت عملته في اوضتك ده؟ ارجع لي دلوقتي حالا، لازم تكون موجود في البيت دلوقتي. قفل التليفون وكلنا مستنيين يقول لنا في ايه، بس هو قال انا مش فاهم، هو في ايه؟ انا ما عملتش حاجة اصلا في الأوضة بتاعتي. قلنا له خلاص احنا نيجي معاك ونشوف ايه اللي حصل. قمنا كلنا ومشينا معاه لحد ما وصلنا البيت عنده، ودخلنا لقينا ابوه مستنيه وهو على ملامح وشه منتهى علامات الاستغراب. ولما قرب من ابوه كان هيضربه، مسكناه وبعدناه عنه. قلنا له اهدى بس، هو في ايه اللي حصل؟ قال اتفضلوا خشوا اوضة الباشا عشان تعرفوا ايه اللي حصل بالظبط. مشينا كلنا في اتجاه الأوضة، وأول ما وصلنا للباب وقفنا كلنا قدامه ومترددين نفتح. كنا حاسين ان احنا هنشوف حاجة غريبة. ساعتها ابو صاحبنا استغرب من تصرفاتنا قوي وقال لنا بصوت عالي هو حكالكم عمل ايه ولا ايه؟ قلنا له لا احنا ما نعرفش حاجة. قال امال انتوا شكلكم عارفين كده ومخبيين. بصينا لبعض كده وقلنا كلنا احنا ندخل احسن ما يشك فينا. فتحنا الباب، ويا ريتنا ما فتحنا الباب. لقينا اكياس ملح في كل حتة مفتوحة ومرمية على الارض، ولقينا كمان لحمة نية كتير، وباين ان في حد اكل منها. والغريب اننا لقينا حروف شبه اللي كانت مكتوبة في النجمة اللي احنا كنا رسمينها امبارح، والحروف دي كانت مرسومة على الجدران. احنا كل اللي بنعمله في نفس الوقت اننا بنتخيل اللي حصل في الأوضة وبنربط الأحداث ببعضها. بس ايه ده؟ ايه اللي جاب الملح واللحمة النية هنا؟ يمكن كان ده اللي المفروض يتعمل، يعني كانت الطقوس المفروض ان احنا نجيب ملح ولحمة نية. انا مش عارف، بدأت مفهمش هو ايه اللي حصل. احنا كده عملنا اكيد حاجة ناقصة، واكيد دلوقتي الجن بينتقم. بس اللي انا اعرفه ان الملح بيضر الجن، يعني كان المفروض بقى نحوط الدايرة اللي احنا رسمناها بالدم والملح بالظبط، علشان المفروض الجن ما يخرجش منها ويأذينا. ايوه كده الامور بدأت توضح. طب اللحمة النية دي يمكن كانت زي قربان، ممكن، ليه لأ؟ رغم كل اللي حصل الفضول كان مخليني عايز اكمل، حاسس ان انا عايز اكمل اللي بدأته. بس انا مش عارف صحابي بيفكروا ازاي دلوقتي، وهل هيوافقوا على اللي انا عايز اعمله ولا ايه؟ بصيت لكل صحابي وهم في حالة ذهول من اللي هم شايفينه، وانا نفسي اقول على اللي في بالي، بس في نفس الوقت خايف الموضوع يتطور اكتر من كده. فقلت لنفسي المهم اني احل المشكلة اللي صاحبنا فيها الاول، وبعد كده ابقى فاتحهم في الموضوع. فاتكلمت فجأة وقطعت الصمت اللي كل صحابي فيه، وقلت لصحابنا ايه اللي منيل الأوضة كده يا ابني؟ هو علشان البت سابتك تعمل كده؟ يا عم احنا عارفين انكم بتحبوا بعض، بس مش لما هتزعلوا من بعض هتتبهدل كده. على فكرة الشاشة بتاعت البلاي ستيشن اللي انت كسرتها عندي في البيت جبنا مكانها، بس انك تبهدل الدنيا وتبوظ الأوضة بتاعتك كده وتبوظ الأكل لأمك وترمي اللحمة والملح على الأرض، لا 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 كده ما ينفعش. أبوه أول ما سمع الكلام قال ايه ده؟ هلا هلا هلا، وكمان بتحب؟ عامل لي فيها انك مؤدب وبتحب من ورايا؟ خدوا الواد البايظ ده من وشي، انا مش عايز اشوفه دلوقتي. بصراحة انا ما صدقت، سحبت صحابي وخرجنا،
وهما ما كانوش فاهمين ايه اللي انا بقوله بالظبط، ولا صاحب المشكلة فاهم. كنا واقفين كلنا بنبص لبعض، شوية نبص على بعض وشوية نبص لصاحبي صاحب المشكلة. وأول ما بعدنا عن البيت قلت لهم الحل عندي، بس نبقى كلنا مع بعض. فاكرين يا رجالة صاحب أبويا اللي قلت لكم عليه إن أنا نقل الكلام اللي أنا كتبته على الكرتونة من الكتاب بتاعه؟ قالوا لي آه. قلت لهم فاكرين كمان إن أنا قلت لكم إن هو ليه في السحر والأعمال والحاجات دي؟ ردوا كلهم برضو قالوا لي آه إحنا عارفين. قلت لهم بس هو ده اللي هيساعدنا، انتم تروحوا تستنوني عند القهوة اللي على قمة الشارع، وانا اخلص كلام معاه وافهمه كل حاجة وبعد كده ارجع لكم. وفعلا سبتهم وتوجهت البيت صاحب ابويا، الراجل اللي بيفهم كويس قوي في السحر والاعمال. ندهت عليه، طلع من الشباك اللي كان واطي قوي من الارض، تحس ان البيت كان مدفون ويدوبك الشباك ده طاقة بتدخله الهوا. طلع دماغه من الشباك وقال لي تعالى يا غالي يا ابن الغالي، تعالالي يا ابو قلب ميت. بصيت له باستغراب كده